السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير صحة وعافية يا رب. رجعت وياكم حبايبي متابعين من جديد. وهنا حبايبي بما انه الدنيا مطرت ورجعت وردت من جديد وبدت تمطر، سويت لكم طريقة عمل الشلغم المدبس اللي هو على طريقتي. اتمنى تعجبكم وتنال رضاكم، واتمنى من نيتكم الحلوة اللايك والمشاهدة وقراءة سورة الفاتحة لوالدتي، ربي يرحم ماتنا وماتكم يا رب. هنا عندي كيلوين من الشلغم او الليفت، طبعا غاسلته ومقصصته بهالشكل هذا. وهنا عندي تقريبا كيلو من التمر. طبعا التمر صحي ومفيد ومغذي خاصة للأطفال اللي ما يحبون ياكلون التمر، يعني تمر سادة. نحاول ندخله لهم بالكعك أو الكليتشة. هسه اليوم راح ندخله لهم بالشلغم اللي هم طبعا خاصة الأطفال اللي ما يحبون الشلغم ياكلوه هيك سادة أو يعني بإضافة الملح. هنا راح نخلي وياه التمر وراح يتغير الطعم مالته وراح يحبوه. طبعا أنا الشلغم غاسلته ومقصصته بهالشكل هذا قدامكم، وضفت عليه التمر تقريبا كيلو، ونضيف عليه المي الحار. المي يعني طبعا يغطيه. هسه ناخذه على النار. أول نص ساعة نار عالية خليه على النار يظل يغلي أو يفور. من بعدها أجي أخذ هاي الرغوة أو شو نسميه الوغف اللي يصعد على يعني سطح الجدر، نتخلص من عنده. وهذا القشر مالت التمر اللي يظهر لي فوق نحاول نتخلص من عنده، القشر أو هذا البياض اللي هنا عندنا يظهر. طبعا النوى يبقى بقاع الجدر، نبدي نقلب بيه. هذا النوى أو الفصم يعني ما يهم، يبقى بليجة ونازل. وهنا شوفوا حبايبي شلون صار اللون مالته تغير. أنا ما خليت بالبداية الشلغم وضفت عليه التمر، لا، هو التمر والشلغم نفس الوقت أخليهم على النار، لكن ضفت لهم مي حار بالبداية على مود التمر شوية شلون نقول ينهرس بالبداية. وهسه أبدي أقلب بيه وخليه على نار هادئة حتى الشلغم ياخذ بالتمر. وكل فترة يعني أجي أقلب بيه، يعني كل دقيقة دقيقتين أبدي أقلب بالتمر على مود لا يلزق بقاع الجدر ويصير يحترق نقول التمر، ويصير ريحة مو طيبة بالشلغم. هنا أبدي أنصيه على أقل شيء. هنا بعد تقريبا ساعة كاملة، طبعا هاي الساعة اللي هو استوى بيها أنا كل تقريبا دقيقتين أجي أقلب بالشلغم. هو ما مستوي يعني منهرس، يعني أقدر أقلب بيه، لكن ما أخذ مونة التمر أو الدبس مالت التمر داخله بداخل الشلغم. هنا شوفوا حبايبي متابعين شلون الصلصة مالته الدبس عبالك. هاي الفصم عادي يبقى بالجدر، وهماتين ابقى يعني استفاد من عنده مرة ثانية، من اجيب شلغم مرة ثانية هماتين اقصصه واخليه هاي الصلصة، بس اضيف لها قليل من المي. هنا لإضافة شكر، اكو بعض البنات يخلون شكر وقليل من الشاي او يعني الكيس هذا مالت الشاي اللي يخلوه مالت الكوب. اني لا، ما اخلي شاي ولا اخلي شكر عليه، يعني بس الدبس مالت التمر. طبعا كل تعرف صحي ومفيد ومغذي خاصة الأطفال إذا يأكلوا. وطبعا الكبار هي تحب هاي صلصة الشلغم، يعني الصلصة مالت التمر اللي هو الدبس يحبوه على الشلغم دائما، خاصة بوقت البرد أو أثناء المطر لما تمطر الدنيا. هنا احنا نفضل الأكلة هاي مالته، الكل تفضل أكلة الشلغم المدبس. وهنا حبايب هذا الشكل مالته النهائي.
اللي حاب يضيف عليه دبس طبعا، هاي بعد حسب الرغبة. انه هي هسه الشلغم نريد نقول اخذ الكفاية من التمر، لكن البعض يحبون يضيفون عليه دبس. انا هنا هسه ضفت قليل من الدبس، ما يعني شفت اكو فرق بينه وبين التمر. هو الحلا مالته هم الكل الحلا زايدة تصير عليها، فافضل انه بدون اضافة دبس على التمر هذا او الشلغم. لكن هنا اني خليته على مود الشكل. وما أصف لكم حبايبي ومتابعيني الطعم مالته وريحة التمر أو الدبس ويا الشلغم. وما نقول له سهمنا وسهمكم العافية يا رب، ومع السلامة.